يعني بمعنى أصح لو كنت بتستثمر في سهم العبوات الطبية من 5 سنين بس وكنت حطيت مبلغ 100,000 جنيه، كان زمان المبلغ ده 1,700,000 جنيه. في ناس كتير الفترة الأخيرة نفسها تستثمر وتحسن دخلها اللي بيخش لها كل شهر، ولكن للأسف الناس دي مش بتلاقي المكان ولا الطريقة اللي هيستثمروا بيها فلوسهم بجانب الشغل بتاعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود البدري، وجاي النهارده اكلمك عن واحد من الاماكن اللي انت ممكن تستثمر فيها فلوسك وتحقق دخل كبير جدا على مدار الوقت. اتفرج على الفيديو للنهايه علشان تخرج ان شاء الله من الفيديو ده مستفيد وتوصل لحاجه على المدى الطويل هتفرق معاك، وباذن الله هتحقق لك الدخل او العائد اللي انت عايزه او اللي انت بتتمناه واكتر كمان. الدنيا النهارده بقت مختلفة تماما عن زمان، بقت المتطلبات والاحتياجات كتيرة جدا، وبقى في حاجات كتير الناس عايزة تجيبها النهارده ما كانتش اصلا موجودة زمان. على سبيل المثال اجهزة الكمبيوتر والموبايلات والعربيات واجهزة التكييف والتلفزيون وغيرها كتير. يعني بمعنى اصح الموضوع ما بقاش بيقتصر على الاكل والشرب والايجار بس كده، لا بقى في متطلبات تانية الناس بتحتاجها، ومع الاسف معظم الوظائف مش بتلبي لك الاحتياجات بتاعتك دي. فالناس الفترات الاخيره فكرت ان هي تستثمر الفلوس بتاعتها، ولكن كانت بتستثمرها بشكل خاطئ، وده اللي خلى نصابين كتير يطلعوا الفتره اللي فاتت ويحاولوا ان هم ياخدوا فلوس الناس دي بحجه ان هم يشغلوها، ولكن في الحقيقه هم بينصبوا عليهم. وكان في امثله كتيره جدا زي كيونت ويوني واي، بل حتى افراد كانت بتطلع تاخد الفلوس على اساس ان هي هتشغلها لك ويلم هبره كبيره جدا وياخدها ويا فكيك ما تعرفش توصل له تاني. وطبعا الناس بقى اي حد النهارده يطلع يكلمهم عن فرص استثماريه بقوا يقولوا عليه ده نصاب او بيخافوا من الموضوع وما بيحبوش يخشوا فيه. ولكن موضوع النهارده اللي انا جاي اكلمك عنه وهو البورصه المصريه. البورصه واحده من اكتر الاماكن اللي ممكن تشغل فيها فلوسك، والموضوع آمن ومرخص وقانوني 100%. بتعتبر البورصة من أهم الأسواق المالية اللي ممكن تخلي أي فرد إن هو يخش ويحقق ربح من خلال الاستثمار فيها، وده عن طريق التحليل الصحيح واستراتيجيات الاستثمار المدروسة واللي بتكون مفتاح النجاح في المجال ده. طيب خلينا نتعرف اكتر على البورصة ونقول ايه هي البورصة دي. فلنفترض ان في شركة ناشئة، والشركة دي عايزة تطور قطاع او جزء معين داخل الشركة ومحتاجة فلوس، والشركة دي متوقعة ان هي لما هتطور المكان ده ارباحها هتزيد كتير. فقدامها حل من الاتنين، انها اول حاجة تروح للبنك وتاخد منه قرض، ولكن البنك في الحالة دي هيحط عليها فايدة، والشركة دي كانت في الفترة دي محتاجة فلوس فمش عايزة تحط عبء عليها ويبقى في فايدة قروض كمان. فقدامها الحل التاني ان هي تروح للبورصة المصرية وتطرح بعض من حصة الشركة في سوق الاوراق المالية، بمعنى اصح كأنها هتبيع 20% من الشركة على صورة اسهم. الناس هتخش تشتري الاسهم دي، ولنفترض ان قيمة الاسهم دي 2 مليون جنيه، فالناس هتبتدي تشتري الاسهم والشركه تاخد ال 2 مليون جنيه تطور بيها القطاع بتاعها، واللي فيما بعد هيضر عليها ارباح اكتر بكتير من اللي كانت بتكسبها في الاول، وفي نفس الوقت مفيش عليها اي ديون للبنوك ولا فوائد قروض. ولما الارباح بتاعتها تيجي من المكان الجديد اللي هيشتغل ده هيعلي من قيمه الشركه، وهيعلي برضو من قيمه اسهم الشركه، وبعد كده الشركة دي ممكن تقرر توزع أرباح على المساهمين بتوع الشركة. وده بالمختصر المفيد اللي بيحصل بالظبط في البورصة. كمان البورصة زي ما هي مهمة للأفراد مهمة كمان لاقتصاد الدولة، وقطاعات سوق البورصة بتضم كيانات كبيرة جدا، واللي منها البنوك وموارد أساسية ورعاية صحية وعقارات وسياحة وترفيه وشركات اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات وشركات الأغذية والمشروبات وشركات خدمات النقل ومؤسسات تعليمية وغيرها كتير. ومن استراتيجيات الاستثمار في البورصة استراتيجية التداول اليومي، وهي انك تخش تحقق ارباح من الفروق اللي بتحصل في الاسهم على مدار اليوم. ودي طبعا ليها مزايا وعيوب، لان في بعض الاحيان ممكن السهم يعلى معاك فعلا وتكسب، وده بيستند على المعيار بتاع التحليل الفني واللي بيعتمد على حاجه اسمها الدعم والمقاومه او الاستثمار طويل الامد، وده اللي هناخد عليه مثال مهم جدا النهارده. وهنتكلم عن واحد من الاسهم اللي لو انت كنت استثمرت فيها من فترة كان زمان الفلوس اللي انت استثمرتها فيه اتضاعفت حوالي 10 مرات. ايوه فعلا 10 مرات. الرقم اللي انت سمعته ده حقيقي جدا، بس برضه في نفس الوقت عايز اقولك ان الموضوع مش عشوائي. الموضوع مبني على الدراسات اللي انت هتدرسها على الاسهم اللي انت بتمتلكها، وانك تعرف اخبارها اول باول. وعايز اقولك ان البورصة شديدة الحساسية تجاه الاخبار، يعني بمعنى اصح ممكن خبر يطلع السهم وخبر تاني ننزله، وكل ده هنتعرف عليه في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وعلشان توصلك الفيديوهات دي اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نرجع لموضوع الاسهم. حرفيا الاسهم او البورصة ممكن تخليك غني، ايوه زي ما سمعت كده
غني، ولكن الموضوع محتاج عقل ومحتاج تحكم في الذات وتتحكم في مشاعرك كويس جدا علشان تعرف تتصرف كويس وتعرف تدير محفظتك الاستثمارية بشكل صحيح علشان توصل لكل أهدافك. ودلوقتي جه الوقت اللي هنتكلم فيه عن الأسهم اللي لو كنت تمتلكها من فترة كان زمانك بقيت مليونير بسببها. واحد من الأسهم دي وهو السهم اللي موجود معانا واللي اسمه العبوات الطبية. للوهلة الأولى كده أول لما نشوف السهم هنلاقي إن سعره جنيه و72 قرش، وده كان سعر آخر تداول. ولكن بقى لو رجعنا لفترة زمنية ورا مثلا 6 شهور هنلاقي ان السهم ده كان سعره 63 قرش واعلى قمة ليه كانت 2 جنيه و73 قرش، ونسبة الربح المئوية للسهم ده في اخر 6 شهور كانت 171.29%. يعني لو كنت بتمتلك في الوقت ده عدد اسهم بقيمة 100,000 جنيه كان زمانهم حوالي 271 ألف جنيه. ولو رجعنا لمدة سنة واحدة بس من النهاردة واللي هو في وقت تصوير الفيديو ده هنلاقي ان سهم العبوات الطبية زاد 330%. يعني لو كنت بتستثمر ب100 ألف جنيه في السهم ده من سنة واحدة بس كان زمان ال100 ألف جنيه بقوا 430 ألف جنيه. وده واحد من أعلى الاستثمارات اللي انت ممكن تعملها في حياتك، لأن لو حطيت فلوسك في عقار أو ذهب ما كانوش هيكسبوا المكسب الخيالي ده. اما بقى لو حبينا نجيب تفاصيل اكتر ونعرف لو كنا حطينا 100,000 جنيه في السهم ده من 5 سنين ورجعنا هنلاقي ان سعر السهم من 5 سنين كان 10 قروش، ودلوقتي طبعا سعر السهم جنيه و72 قرش وزاد 1172%. يعني بمعنى اصح لو كنت بتستثمر في سهم العبوات الطبية من 5 سنين بس وكنت حطيت مبلغ 100,000 جنيه كان زمان المبلغ ده 1,700,000 جنيه، وده في حالة ان السهم بجنيه و72 قرش، ولكن السهم وصل ل 2 جنيه 73 قرش ودي كانت اعلى قمة ليه. اما بقى لو رجعنا لاخبار السهم ده فهنعرف ان السهم ده اخباره حلوة جدا لانه الفترة الاخيرة بيحقق ارباح عالية جدا. ومش بس سهم العبوات الطبية هو اللي طلع جامد قوي كده، لا كمان في اسهم كتيرة جدا في البورصة طلعت الفترة الاخيرة بأرقام مهولة لا يمكن لأي حد ما كانش جوه البورصة إن هو يتخيل إن ده حصل في البورصة. فعلشان كده يا صديقي بنصحك إنك تخش وتقرأ كويس جدا عن البورصة وتتعلم عنها، وفي كورسات كتيرة موجودة على اليوتيوب بتشرح ازاي ان انت تتعامل مع البورصة وازاي انك تدير اموالك. وكفاية انه بيعتبر باسيف انكم، والباسيف انكم ده اللي هو الدخل السلبي، لان في حاجة تانية انك لو استثمرت في شركة من الشركات اللي بتوزع ارباح على المدى الطويل واللي فيه منها شركات كتير، ففي شركات بتوزع ارباح على الناس اللي مشتريه الاسهم بتاعه الشركات دي، وغالبا ما بتوزع بصوره دوريه زي ربع سنوي وارباح سنويه. وبكده يا صديقي العزيز نبقى اتكلمنا النهارده عن واحده من اهم طرق الاستثمار واللي نجحت ناس كتير جدا واللي خلتهم عندهم القدره الماليه ان هم يشتروا اي حاجه هم عايزينها. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص، ولكن احنا لسه ما خلصناش. اتأكد انك عامل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واخيرا وليس اخرا ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. وبس كده، سلام.